عمرك حسيت انك وصلت لهدفك وفجأة اكتشفت انك مش مستعد؟ انا وصلت للحظة دي وقررت ان انا ابدأ شركة تسويق، لكن اللي حصل ما كانش في الحسبان. انا بحب المجال وبفهم فيه وده هو حلمي. هنبدأ من الصفر، نبني اسم، نشتغل على براند محترم. بالفعل بدأت ادور على اسم للشركة، وكنت شايف الاسم لازم يبقى مميز، اسم يفضل معانا ويكبر معانا، لحد ما اخيرا لقيت اسم. بس زي ما بقولوا مش كل اللي بتتمناه بتلقاه. الاسم كان متسجل قبل كده، بس المشكله الكبيره ما كانتش في الاسم، المشكله كانت في حاجه اكبر. انا ما كنتش جاهز قوي زي ما كنت فاكر، ما كنتش لاقي ميزه واضحه اقدمها للعملاء تكون مختلفه عن الموجوده في السوق. وقفت وقعدت مع نفسي وقلت طب وبعدين؟ وقتها قررت اطلع اتكلم، ونزلت فيديو وقلت فيه الحقيقه ان المشروع وقف. وقف بس مش للابد، وعلشان انا ما بستسلمش بسهوله وعندي حلم، قلت طب ما ابدا بحاجه تكون فيها ميزه تنافسيه وفي نفس الوقت اقدر اقدم فيها نفسي بشكل افضل. فكانت الفكره هي، استنى بقى، ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو الجاي.